برج الاسد يا برج الاسد، تعال شوف 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب يا برج الاسد. محتاج حب انت يا اسد كبير جدا، لانك تعبت كتير من كتر الوجع. اتوجعت. فيلا بينا نشوف السنة الجديدة هتديك ايه، بس ما تنساش الصلاة على النبي في البداية، ويلا بينا. برج الاسد يا برج الاسد يا اسد، السنة مش هتكون سنة عادية خالص عليك. السنة دي هتثبت لك انك كنت بتتعامل مع ناس اقل بكتير من قيمتك، وان اللي وجعك السنة اللي فاتت كان درس مش خسارة. من اول السنة هتحس انك واقف في مفترق الطرق، عايز تحب وعايز تتحب، لكن خايف تسلم قلبك، خايف لحد يكسرك زي زمان، خايف تتكسر من الحب اللي بقى بيخوفك وبقى بيوجعك، خايف تعيش الحياة الحلوة تاني لا تتغدر بيك من أول وجديد. الأسد مش ضعيف، بس لما بيحب بصدق، وده اللي بيوجعه. بيحب بقوة، بيحب بضمير، بيحب بإخلاص، بيحب بيدي كل حاجة لحبيبه. وياريت كل ده بيتقال أو كل ده بيتذكر، بالعكس، عشان انت بتحب بجد بيجوا عليك. عاوزة اقولك ان اول شهور في سنة 2026 هيبان فيها حد انت فاكر نفسك نسيته، بس الحقيقة انه جرحه لسه سايب علامة جواك. هيحاول يرجع لك، هيحاول يلعب على حتة الحنين اللي جواك، بس صدقني يا أسد، الخطوة ديت لو رجعتها هتتعب وهتتوجع. بعد كل اللي شفته منه اوعى ترجع له. هيجي عليك وقت وتسأل نفسك، هو ليه دايما بدي للناس فوق قدرها؟ ليه بوقف الدنيا على حد وهو اصلا مش شايفني؟ يعني انت ليه بتوقف الدنيا على حد فعلا مش شايفك؟ ليه معذب نفسك بالفراق لغاية دلوقتي؟ ليه لسه موجوعة بالشخص ده؟ ليه لسه جواك الحنين ده؟ وهنا الوجع الحقيقي مش وجع الفراق ولا وجع الخذلان. حد وعدك وخان، حد قال يحب ويساب، حد قال بيخاف عليك وكان أول واحد يجرحك. بس يا أسد انت مش من الناس اللي بتقع، ها؟ انت مش بتقع يا أسد، انت ما ينفعش تقع أصلا. 2026 هتكشف لك الوشوش اللي كانت بتتجمل عشان مصلحتها، وهتذهل لك القلوب اللي كانت بتتمنى تشوفك واقع، القلوب اللي عاوزة تكسرك. لكن خلي بالك، هتفوق لنفسك في نص السنة واللعبة هتتقلب عليهم، والأسد هيقف من تاني وبقوة، وهيبدأ يهتم بنفسه وبمظهره وبشغله وبروحه. ناس كتير هتتجنن من التغيير ده، وناس هتتمنى لو تكمل حياتها معاك. هتحس انك رجعت لنفسك، رجعت لهيبتك، لحبك لنفسك اللي كان ضايع. وفي آخر 3 شهور هيظهر شخص، أيوة، مش شبه أي حد قابلته، مش شبه أي حد قابلته قبل كده خالص. شخص هيحبك زي ما انت، من غير شروط. مش هيتخض من قوتك، لأ، ومش هيقل منك، لأ، هيفهم غضبك وهيحضنك وقت تعبك، وهيعرف ان الأسد مش محتاج حضن أو حب. الأسد محتاج أمان، أمان بس. سنة هتكون وجع، بس هتكون سنة تطهير، لسنة تبعد عن الوجع وتفتح قلبك للي يستاهل. بقى كفاية كده بقى. والدعاء ده ليك يا أسد، اللهم احفظ قلبك من كل شخص بيغير منك، ومن كل حد شايف قوتك تهديد. اللهم ارزقك حبا صادقا يعوضك عن كل اللي كسرك، وراحة تمسح كل جرح خبته عن الناس. ويا أسد اعرف انك غالي، غالي من انك تتساب، واكبر من انك تتكسر. واللي هيوجعك النهاردة ربنا هيعوضك عنه بكرة. 2026 مش سنة ألم، دي سنة رجوع هيبة الأسد. أنا بحبكم جدا يا أسود، بجد، عشان انتوا بجد تعبانين قوي من جوه، وبحس بيكم قوي، ونفسي ربنا يسعدكم ويديكم السعادة والهنا. فلو انت برج الأسد، قول يا رب من جوه قلبك I love you. قولوا يا رب، وإن شاء الله حياتكم تبقى مليئة بالحب والسعادة والهنا. انتوا فين؟ اكتبوا اسم برجك في كومنت وخلص الكلام. سلام.